لا مؤاخذة معلش. أهلا بكم في برنامج البرنامج. عاملين إيه؟ شفت الميدان يوم الثلاث عامل إزاي؟ ها؟ مزستان. لا الميدان فعلا فكرنا تاني بنفس الأوجاع بتاع التمراي هاسيندا، حاجة فظيعة وحمية يعني. أنا بس عايز أقول لكم للناس اللي ما راحتش الميدان قبل كده شوية نصايح من البرنامج للبرنامج. يا ريت اللي داخل مبدئيا من طلعت حرب في مينيمم تشارج. اللي داخل من قصر النيل ده دخول كابلز بس. اللي داخل من محمد محمود بيتفشخ غاز. حاجة فظيعة يعني. المهم أنا عايز أبتدي الحلقة ديت فعلا بداية مختلفة. بصوا يا جماعة، أنا عارف إن إحنا برنامج ساخر وبنحاول إننا نضحك الناس، بس في الآخر كل شيء له حدود. ساعات الواحد بيتخطى الحدود دي، وساعات في ناس بتزعل مننا. مش عيب إن الواحد يعتذر لو أخطأ، ودي حاجة من شيم الرجال، مش عيب. أستاذ عماد أديب اتضايق مننا ومن اللي إحنا قلناه هنا اهوت. في النهاية أستاذ عماد قيمة إعلامية كبيرة وخبرة عظيمة، ودايماً إحنا عايزين نستفيد بخبرته ونصايحه. الحقيقة أستاذ عماد اداني أنا شخصياً نصائح قيمة جداً، وأنا هنا عايز إن أنا أشارككم في النصيحة ديت. يا باسم خلي بالك وانت ماشي في المهندسين في محل التوحيد والنور، تطلع الدور الثاني تخش يمين هتلاقي القسم الخاص بالبطاطين، في بطانية مرسوم عليها النمر، اشتري 3 بطاطين. بطاطين؟ حضرتك عايز مني ايه بالظبط؟ انت فهمتني غلط على فكره. انا مش جاي القناه عشان كده. ده انا لسه قايل من شام الرجال وكده يا باشا. ومعلش في السؤال، معلش سوري يعني، ليه 3 بطاطين؟ ليه 3 بطاطين؟ انا عامه بطانيه واحده بتكفيني. معلش سؤال، الاثنين الزياده دول لمين؟ انت عايز ايه بالظبط؟ واشمعنى طقم النمر؟ لا بجد سؤال، احنا هنعمل ايه بالظبط؟ تحاول تضحك. let's have fun. 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 انتوا بتسقفوا على ايه؟ القناه دي فجاه بقت مقلقه. مش ده اللي انا ماضي عليه اساسا. معلش في الكلمه، لا بجد في اي تفسير ان انا اجيب بطاطين طقم النمر من التوحيد والنور الدور الثاني فرع المهندسين؟ اشتري 3 بطاطين عشان الدنيا برد، اتغطى كويس عشان هتمطر عليك مني شخصيا كل مرة كل يوم نقطة. انتوا عارفين يعني ايه عماد اديب ينقط عليك كل يوم نقطة؟ وشخصيا ده احنا هنروح كلنا في داهيه يا جدعان. ليه كده يا استاذ عماد؟ ده انا بحبك والله، ما تفهمنيش غلط، انا بحبك. ليه الموضوع وصل لكده؟ معلش، هو بدأ ازاي اساسا؟ بالامس وجد ان هناك
إساءة متعمدة لأشخاص زملائي وزميلاتي ولشخصي. يا فراويلة، أنا اتأثرت على فكرة بجد. أنا كده فهمت غلطتي. كمان الحقيقة أستاذ عماد ما كانش بيتكلم عن نفسه، هو كان بيتكلم عن باقي الزملاء في القناة. السيدة لميس الحديدي ليست سيدة رداحة، والأستاذ مجدي الجلاد ليس مرشحا أن يكون بائعا في محل ترشي. أيضا لا يمكن أن هو يصور الزميل العزيز خيري رمضان على أنه إنسان مرتبك لا يعرف كيف يدير الحوار. ولا يصح إطلاقا، لا يصح إطلاقا أخلاقيا أن احنا في قناة بعد أن كان قد تركنا بمحض إرادته وبشكل محترم جدا الإعلامي الكبير الأستاذ عادل حمودة، أن احنا ننشر عنه مادة أو نذيع عنه مادة فيها سخرية منه. أيضا تعرض في هذا البرنامج إلى مالك القناة وهو رجل شديد الاحترام، وهو لا يبعثر الأموال يمينا ويسارا ولا يضع في سندوتشات الهمبرجر دولارات. اتكلمت عن كل دول وما همكش حمزاوي؟ He's so cute. مبدئيا عشان يبقى الامور واضحه، يعني انا ما قلتش على مدام لميس رداحه، انا قلت ان انا بخاف منها. استاذ خيري مش مضطرب، ده حنين. استاذ عادل حموده منور اي قناه يروحها. استاذ محمد الامين ما قلتش عليه ان هو بيحط دولارات في سندوتش همبرجر، ده كان سندوتش دولارات بس. اما استاذ مجدي الجلاد ما علينا. الحقيقه ان استاذ عماد عنده كلام محترم جدا في صياغه الحلقه نفسها، وخصوصا من الناحيه القانونيه. لازم هو يعرف انه في القناه دي زي في كل القنوات الامريكيه هناك مستشار قانوني يرى النص بشكل قبلي. ده حقيقي. وبمناسبه المستشارين القانونيين، هم كانوا قاعدين هنا فطاطين على روحهم من الضحك. الحقيقه كانوا حقيقه يعني. يمكن انا فعلا زودت شويه، يمكن كان المفروض اشوف فرق الخبره الشاسعه اللي بيننا. انا عامل حيالله 100 حلقه، انتوا عارفين الاستاذ عماد خبرته قد ايه؟ عايز اقول لكم ان احنا اقل واحد من زملائنا عامل 2000 حلقه، وشخصي المتواضع عامل 16000 حلقه في تاريخه. 16000 حلقه. شايفين فرق الخبره؟ 16000 حلقه. احنا حسبنا اذا كان الاستاذ عماد ذاع 3 حلقات كل اسبوع بدون توقف، فمعنى كده ان الاستاذ عماد بقاله 86 سنه بيقدم في التلفزيون. قبل ما يكون في تلفزيون اساسا. 86 سنه، ده انت اقدم من مشروع النهضه. لا ده انت اقدم من صباح والهرم الاثنين. ما علينا، لا ما علينا بجد. ليه حضرتك متضايق مننا؟ ايه السبب اللي يخلي حضرتك تاخد موقف مننا؟ انا هسمع، ارجوك ممكن تقول لي. قدم الأستاذ باسم في حلقته الأولى أو الدكتور باسم محاولة أنه هو يثبت أنه عنده لديه مساحة من الحرية، فيحاول قبل أن ينتقد الآخرين أن ينتقد المحطة التي يعمل فيها. سوري، أنا آسف معلش، أنا آسف. ممكن نشغل فيديو تاني؟ راحت علينا، اتفضل. لكن الذي حدث أنه حينما أراد أن يفعل ذلك فنقصان الخبرة أدى بالنسبة له إلى أنه تحول من حالة السخرية السياسية إلى حالة السب والقذف. يا جماعة، طب حد يكتب الكلام اللي بيتقال ده، هو بيفوتني على طول. إيه؟ أستاذ عماد رفع عليا
قضيه سب وقذف؟ لا انا نمت ما كملتش للاخر. لا فاتتني دي، كنت نايم. ليه كده يا استاذ عماد؟ ليه يا عماد بيه؟ انا عملت حاجه؟ طب شوف انت حتى قلت عليا ايه؟ هتمطر عليك مني شخصيا كل مرة كل يوم نقطة. طب مش ده قذف وسب؟ ليه كده يا عماد بيه؟ انا مش حملك، انا مش حملك، ما تفهمنيش غلط. انا بس عايز اعرف ايه اللي ضايق حضرتك مني كده؟ ويحاول ان هو عن قصد عمدي ان ياخذ مقاطع لحلقات مدتها 3 ساعات فتظهر وكانني انسان متناقض او كذاب. لا في دي عنده حق. انا فعلا جبت فيديو هو قال فيه كلام معارض لمبارك ساعتها وعن خروجه الامن، بس الموضوع مش ذنبي. انتوا عارفين يعني ايه اتفرج على عباده دي ب3 ساعات؟ مفيش كافيين في العالم يكفي كده. ولمجرد عشان انقل لكم احساسي لما بتفرج عليه. انا عارف ان حضرتك المفروض تتوجه للمطار عشان عندك رحله سفر، فبندعو لك بالتوفيق ويعني السفر بسلامه والعوده بسلامه ان شاء الله. السؤال سيدي، هل تعتقد انه الوضع الحالي، الوضع الدستوري، الوضع القانوني، الوضع القضائي يحمي مصر؟ في نقطة صغيرة، كوني بقول بهدوء ده مش ذنبي، حضرتك اللي كاتب فيها واو كتير. عشان كده أحب إن أنا أعلن عن بدء فقرة جديدة في البرنامج بعنوان بشوي. Hey. 24 واو. بصوا انا هقول لكم حاجه بصراحه، انا عارف ان انا غلطت غلطه كبيره جدا في الحلقه اللي فاتت. انا زعلت استاذ عماد لسبب انا هكشفه لاول مره. انا نسبت لنفسي حاجه مش بتاعتي. وانا صاحب نظريه استغطى ونام كويس. انا بعترف قدامكم دلوقتي ان النظريه دي مش بتاعتي، دي بتاعت استاذ عماد اديب. انا عايز اشكر استاذ عماد على نصايحه، لان فعلا كان عنده حق في حاجه واحده. بطانات التوحيد والنور دي حاجه ألاجة خالص بجد يعني. انا ما كنتش عارف انك بتعمل الشوبينج بتاعك هناك. وعلى فكره فرع وسط البلد بيبقى اوسع بكتير. انتوا عارفين ان احنا برنامج مسروق من بره وبتاع، وان احنا بنقلد الناس بره كده، فانتوا عارفين برامج اوبرا وكده في بتبقى جوائز. انا عايز كل واحد منكم يبص تحت الكرسي بتاعه في بطانيه نمر تحت كرسي كل واحد. ما صدقتوا انتوا تصدقوا اي حاجه. انت فعلا بصيت؟ وفي اي بي وجاي. يعني تذاكر مجانيه وكمان بطاطين. مستوى غريب من الضيوف بيجي لنا. لا الحقيقه في حاجه اكبر بكتير جدا من النظريه. اكيد هو زعلان مني عشان حاجه اكبر من كده بكتير. نحن لسنا قناه فلول، نحن مش محررين فلول. فعلا عندكم حق، انا غلطان في دي. عشان كده انا بعلن من هنا من برنامج لبرنامج انتم مش فلول. وفي الاخر احنا بنشكر الاستاذ عماد اديب مقدما
على سعة صدره وتقبله للسخرية، لأنه علم أجيال كتيرة يعني إيه إعلام ويعني إيه حرية رأي. وأنا مش ممكن أبدا أنزل لمستوى السب والقصف، وأرجو إن هو ما يفهمش كده. في النهاية احنا في ال100 حلقة الغلبانين اللي احنا عملناهم اتكلمنا على الوزراء والمجلس العسكري والإخوان والسلفيين والليبراليين ومالك القناة اللي أنا كنت فيها، وفي المستقبل مالك القناة دي ده لو أنا فضلت فيها. ولو فضلنا عايشين ان شاء الله هنتكلم عن الحزب الحاكم ورئيس الجمهوريه. احنا ما قمناش بثوره عشان نتكلم عن رئيس الجمهوريه ونقف عند حد تاني. وبمناسبه رئيس الجمهوريه ده موضوع بقيه الحلقه، نراكم بعد الفاصل.